المواطنة، تكريس لثقافة واجبات وحقوق المواطنة والانتماء. ويتجسد هذا بالملموس يا مستمعي الكرام في المجهودات على المستوى الفردي والمستوى الجماعي لخدمة هذا الوطن الحبيب، هذا الوطن العزيز. من خلال الفقرة ستحضر مبادرة مواطناتية تستحق كل تقدير، كل تنويه، تتمثل في دور الأستاذ داخل المؤسسة والمدرسة العمومية والجهود المبذولة لتطوير المنظومة. يتجسد هذا وفق رؤية تحفيزية تبنتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بمعية شركائها من خلال تخصيص جائزة وطنية لأستاذ السنة ولأحسن أستاذ في السنة. جهة فاس مكناس عبر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، عبر المديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مولاي يعقوب، وعبر المدرسة الابتدائية، مجموعة مدارس مولاي يعقوب الابتدائية. حضرت المنظومة التعليمية التعلمية على مستوى الجهة في هذا الاستحقاق وفي هذا التتويج في شخص الأستاذة فاطمة مودو، أستاذة التعليم الابتدائي بمدرسة مولاي يعقوب، التي حازت الجائزة الوطنية الثالثة. هذه الجائزة التي تخصص وتهم مشاريع الأقسام بالنسبة لثلاثة ديال الفئات: فئة التعليم العمومي، فئة معاهد الترقية الاجتماعية، وفئة التربية الدامجة. مما تراهن عليه هذه الجائزة هي تقديم مشاريع أقسام وإبراز يعني دور الأستاذ والأستاذة من داخل المدرسة العمومية في تقديم تجارب بيداغوجية ومشاريع بيداغوجية تروم النهوض بالمنظومة التعليمية التعلمية. سعيد جدا بأن نتقاسم الحديث حول هذا التتويج وحول هذا الاستحقاق. تنضم إلي مباشرة عبر الهاتف الأستاذة فاطمة مودو، الحائزة على الجائزة الوطنية الثالثة لأحسن أستاذة في سنة 2022. والأستاذة فاطمة مودو أذكر أنها أستاذة أيضا تعليم، أستاذة اللغة الفرنسية بمجموعة مدارس مولاي يعقوب الابتدائية، وأيضا هي طالبة باحثة في سلك الدكتوراه شعبة اللغة الفرنسية. فازت بهذه الجائزة وبالمرتبة الثالثة في صنف التربية الدامجة. عن مشروعها هذا وعن المراحل والأشواط التي قطعتها المتوجة الأستاذة فاطمة مودو، نرحب بها جميعا في هذه الإطلالة الصباحية على أمواج إذاعة مكناس الجوية. أستاذة فاطمة مودو، صباح الخير، مرحبا. صباح النور. صباح النور سي جمال، تحية صباحية لكم وللطاقم الصحفي لإطلالة الصباح والمستمعين الكرام. كم نحن سعداء في هذه الصبيحة بأن نتقاسم معك التتويج. هنيئا لك أستاذة فاطمة مودو. تتويجك تشريف لكافة مكونات المنظومة التعليمية التعلمي على مستوى الجهة، لكافة المكونات على المستوى الجهوي، بما في ذلك الإعلام بطبيعة الحال. فهنيئا لك بهذا المجهود وهنيئا لك بهذه الجائزة وبهذا الاستحقاق أستاذة فاطمة مودو. شكرا جزيلا على التهنئة، ولي الشرف أيضا أنني مثلت الجهة ومثلت المديرية التي أنتمي إليها، مديرية تعليم مولاي يعقوب. وشكرا لكم أيضا أنتم كمنبر إعلامي، شكرا جزيلا على الاهتمام بالشأن التربوي في بلادنا. شكرا جزيلا. على لسانك خليك تقدم للمستمعين الكرام. نتحدث عن أحسن جائزة وطنية لأحسن أستاذ السنة. ما مضمون هذه الجائزة أستاذة فاطمة مودو؟ إذا كيف ما يعني أشرت إلى ذلك قبل قليل، جائزة أستاذ السنة هي مسابقة تنظمها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بشراكة مع مؤسسة الزهيد، وأيضا مع جمعية أصدقاء المدرسة العمومية. هذه المسابقة هي يعني الهدف منها هو إبراز التميز المهني للأساتذة في ربوع المملكة، وكذلك الممارسات التربوية المتميزة،
كانت أيضا فرصة لتقاسم التجارب المبدعة والمتميزة، وأعتقد أنها فتحت الباب الواسع أمام الأستاذ المغربي كي يبرز طاقاته ويثبت أنه قادر على الإبداع وعلى العطاء. وكانت صراحة تجربة فريدة ومتميزة، ويعني لقب ينضاف إلى مساري المهني، وأنا جد فخورة بهذا التتويج أكيد. بكل تأكيد فخر لكافة المكونات على المستوى الجهوي كما أشرت أستاذة فاطمة مودو. أكيد فصول هذه الجائزة يعني توزعت عبر مراحل، بدءا ربما بإقصائيات إقليمية جهوية ثم وطنية. أستاذة فاطمة مودو. نعم أكيد. لابد أن أذكر أولا على أن هذه الجائزة هي تهم مشاريع الأقسام نعم. المتميزة. يعني الأستاذ عند بداية كل سنة دراسية يقوم بواحد العملية ديال التشخيص التعليمات إلى غير ذلك، ومن خلال هذه العملية يقف ربما على صعوبة معينة، ربما على يعني كفايات يعني يجب أن يطورها. وهذه العملية ولا هذه النقطة هذه بالضبط هي كانت هي بغينا نقولوا هي نقطة البداية بالنسبة للمشروع اللي شاركت به. هو مشروع يحمل عنوان ماي تولز بالإنجليزية. يعني الاسم ديال المشروع استوحيته من اسم المؤسسة وكذلك من اسم المديرية الإقليمية مولاي يعقوب تولز أو ماي تولز. هذا المشروع هذا يعني استهدفت به واحد المجموعة من المتعلمين، هما كانوا 5 ديال الحالات من ذوي الإعاقة. غير اسمحتي يا أستاذة فاطمة مودو، أعتذر على المقاطعة، يعني سأتساءل معك حول التميز، يعني كان تميزك المهني في هذا المشروع الذي يهم فئة التربية الدامجة، ولكن قبل ذلك لو نعرج المراحل يعني اللي قطعتها والأشواط اللي قطعتها في هذه المسابقة أستاذة فاطمة مودو. واش كانت هناك يعني مرحلة إقليمية، مرحلة جهوية، ثم الحضور للتنافس وطنيا توج بحصولك على الجائزة الوطنية الثالثة؟ نعم أكيد. يعني المشاركة في مسابقة أستاذ السنة تخضع كأي مسابقة إلى إقصائيات وإلى مراحل. بطبيعة الحال كان التواصل مع يعني لجنة قيادة المسابقة عبر البريد الإلكتروني. بعد ما كنرسلوا في البداية بفكرة المشروع وتصور واضح حول المشروع، يتم بعد ذلك يعني تقوم اللجنة، وهي لجنة تضم خبراء وطنيين وخبراء من فرنسا أيضا، نعم. تقوم يعني عملية انتقاء أجود المشاريع وأجود الأفكار. وهكذا يعني على المستوى الإقليمي كنتوصلوا برسالة عبر البريد الإلكتروني كيخبرونا فيها لأننا تأهلنا المرحلة المقبلة. ثم بعد ذلك يعني كل ما كنزيدوا في يعني في الإقصائيات، وكل ما كانت لجنة القيادة كتطلب منا عاوتاني يعني نرسلوا واحد الفيديو. في المرحلة مثلا الجهوية قمت بإرسال فيديو يعني يوضح المراحل، يوضح التدخل ديال المشروع في يعني في تعديل سلوك هذه الفئة، وحتى يعني حتى وصلنا الحمد لله المرحله الوطنيه. في الاقصائيات الوطنيه بعد ما كتاهلها كتقوم لجنه القياده بزيارات صفيه، وهذه النقطه يعني جد متميزه ويعني وحاسمه في يعني نقولوا في الكاليتي ديال هذا ليفينمون هذا. نعم. يعني كاينه زيارات صفيه تقوم بها لجنه القياده من اجل الوقوف ميدانيا حتى لا يكون يعني المشروع هو مجرد تصور نظري فقط. يعني لجنه القياده زارتني شخصيا في مدرسه مولاي يعقوب يوم 2 يوليو بالضبط. ويعني اللجنه كانت مكونه من رئيسه الجمعيه، رئيسه لجنه القياده الاستاذه ليلى بن سليمان، وكذلك نائبه رئيسه مؤسسه الزهيد سعاد الزهيد، السيده سعاد الزهيد، وكذلك طاقم يعني تقني وصحافه ونقولوا طاقم تقني من اجل اعداد الروبورتاج حول المشروع. نعم. هذا الهدف من هذه الزيارات الصفيه هو كما قلت الوقوف على تنزيل ميداني على ارض الواقع، ويعني قياس مدى اثريه على المتعلمين. انطلاقا من هذه الزيارات الصفيه اللي كتكون في المراحل النهائيه يتم اختيار منطقه المتوجين وطنيا. نعم. كنت الممثلة الوحيدة للجهة أو على المستوى الوطني؟ نعم كنت الممثلة الوحيدة للجهة وطنيا، وكان هناك ايضا فائز على صعيد جهه فاس التماس، فائز بجهه جهويه، لان هذه السنه تميزت بواحد يعني لاول مره لجنه المسابقه وكذلك بطبيعه الحال وزاره التربيه الوطنيه ابت الا ان تخصص جوائز تشجيعيه للفائزين على صعيد الجهه. نعم. كان الاستاذ عزيز البقالي حصل على الجائزه الاولى جهويا في فئه التعليم العمومي، فكذلك كنوجه له تحيه من هذا المنبر وكنهنئه بالمناسبه. نعم.
أكيد تهنئة موصولة لكما، يعني الأستاذة فاطمة مودو، لأن يعني حضوركم أبرزتم التميز المهني لأستاذ على مستوى الجهة ديال فاس مكناس، وعلى مستوى المديرية الإقليمية لمولى يعقوب. يعني مشروع القسم الذي يعني تم تقديمه كما جاء على لسانكم أستاذة فاطمة مودو يهم فئة متعلقة بالتربية الدامجة. ما مضمون المشروع الذي تقدمت به أستاذة فاطمة مودو؟ نعم، إذا في إطار كما قلت النسخة الرابعة من جائزة أستاذ السنة، شاركت بمشروع مايتوز، ويخص فئة التربية الدامجة. أولا إذا سمحت لي نعرج على الفكرة. نعم. الفكرة يعني كيفاش جات الفكرة؟ هي يقال أن الحاجة أم الاختراع، وأنا أقول أن الحاجة هي أم الإبداع. نعم صحيح. يعني الفكرة هي كانت يعني نقولوا ثمرة ديال واحد حاجة ملحة للتدخل في ظل وجود 5 الحالات من ذوي الإعاقة في القسم. وكانت هناك يعني منذ الأشهر الأولى، يعني بداية السنة الدراسية، كان هناك يعني بعض الصعوبات وبعض المشاكل يعني في تقديم الدروس وفي السير العادي للحصص. يعني هذه الفئة عندنا كان عندنا واحد 5 ديال الحالات كانوا يبدون يعني بعض السلوكات الغير مرغوب فيها، من غضب، من سلوكات عنيدة، من طفل مثلا عوض أن يطلب الإذن ولا يبكي، يصرخ، لا يصغي، لا يستجيب. كانت هناك يعني مجموعة من الصعوبات، يعني خصوصا على مستوى التواصل. ومن هنا جات الفكرة ديال مايتوز. دونك مايتوز هو واحد المجموعة من الدعامات البيداغوجية، عبارة عن واحد البطائق كتكون فيها سلوكات. اما هذيك البطاقه اما تكون فيها السلوك مرغوب فيه، السلوك اللي بغينا اننا نثمنوه عند المتعلم، واما سلوك غير مرغوب يجب تجنبه. هذه البطائق هذه هي يساهم فيها جميع المتعلمين، يعني كانت من التلميذ والى التلميذ. كنا كنجزوها مجموعين، وكذلك كنوظفوها بعد ذلك. هذه المجموعه من الدعامات البيداغوجيه كانت تلعب ما يسمى بدور ما يسمى بلا جيدونس فيزوال. يتم توظيفها مع هذه الفئه بهدف تعديل السلوك وفق واحد المقاربه اللي هي معروفه ربما في علوم التربيه، هي الابلايد بيهافير اناليزيس. هذه المقاربه هذه بطبيعه الحال انا ما غاديش نقول انني وظفتها 100% مع هاد المتعلمين، لانها يحتاج الى يعني واحد العده بيداغوجيه متخصصه والى ادوات معينه. انا فقط قمت باستلهام بعض النقاط القوه التي جاءت بها هذه المقاربه، وخصوصا اعتمادها على النظريه السلوكيه. يعني كما يعرف المهتمون بالشان التربوي، المقاربه السلوكيه يعني ربما اصبحت متجاوزه، الا ان هناك بعض البحوث وبعض الدراسات تثبت على انها لها تطبيقات مؤثره وفعاله في مجال تعديل السلوك. اذا الاوريجيناليتي ديال المشروع مايتوز واننا نعلم هذه الفئه كيف تعبر عن انفعالاتها بشكل صحيح وفق واحد المقاربه تشاركيه. يعني نحاول من خلالها ان نذكي روح التعاون بعيدا عن كل اشكال التنمر. كما تعرفون استجابه لهذه الفئه من ذوي الاعاقه يعني هي فئه مازال بغينا نشتغلوا على هذه الثقافه ديال الاختلاف وتقبل الاخر. وهذا هو كان الهدف والادماج المجتمعي. نعم، هو ان الغايه الكبرى هي اننا ناسسوا لهذه الثقافه ديال الاختلاف وتقبل الاخر في المؤسسات التعليميه ومن ثم الى المجتمع ككل، من خلال اعطاء هذه المتعلمين واحد الجرعات يوميه من الاهتمام الايجابي. نتجنب التوبيخ على السلوك السلبي او ما يسمى بالكومبورتمون انادابتي، ونحاول استبداله بسلوك ايجابي ونشجعه ونثمنه مهما كان صغيرا. دونك هذه فكره مقتضبه على المشروع. نعم جميل جدا. يعني مقاربة يعني عطات النتائج ديالها من خلال المرحلة التجريبية على النماذج العينات اللي اشتغلت عليهم داخل الفصل والقسم اللي كتشتغلي فيه أستاذة فاطمة مودو. نعم الحمد لله، يعني المجهود الحمد لله عطى الاكل ديالو، والاثر ديال المشروع ديال القسم كما قامت لجنه القياده المسابقه بقياسه الحمد لله كان طيبا جدا، واستطعنا الحمد لله من تقليل من السلوكات الغير مرغوب فيها. سجلنا ايضا تراجع في نسب الغياب عند هذه الفئه، كان هناك انضباط اكثر، التزام اكثر، رغبه كبيره في المشاركه في اخذ الكلمه. ولكن ان الاستجابه باش نكونوا موضوعيين يعني ما غاديش تكون 100%. نعم. لان كل طفل من هاد الوليدات، حتى الوليدات اللي بين قوسين اسوياء، ما يمكنش يعني الاستجابه تكون 100%، لان كل طفل عنده ايقاعه ديال التعلم. طبعا. طفل عنده طريقته في هذا، انما احنا يعني الهدف من اي فكره ومن
من اي مشروع ومن اي دا ماشي بالضروره نمشيو بالمتعلم من ا حتى لزد. ممكن نمشيو المتعلم غنمشيو به من ا لسي، متعلم غنمشيو به من ا لدي. المهم هو اننا نبداو، والاهم هو ايضا هو اننا نستمروا. نعم. هذا هو الرهان. أكيد جميل نعم جدا. اكيد. أستاذة فاطمة، منذ أن تكون يعني هذه المحطة ديال الاعتراف بمجهودات الأستاذة والأستاذ من داخل المدرسة العمومية، أن يكون هذا التحفيز عبر خلق جائزة وطنية يتبارى عليها الأساتذة والأستاذات من داخل المدارس العمومية. ولكن ما يبقى مدعاة للتساؤل هي هذا المجهودات وهذا المشاريع التي تحظى بهذا التتويج. سؤال يعني توظيفها ونجنيو الثمار والأثر ديالها داخل المدرسة العمومية. واش هذه المشاريع كيتم احتضانها وتيتم يعني ربما أجرأتها وتعميم الأجرأة ديالها داخل الفصول الدراسية يعني على المستوى الوطني؟ بطبيعه الحال سي جمال، اي فكره ما يمكنش تنجح الا ما التفوش حولها بزاف ديال الناس اكيد. صحيح. وإلا ما تقاسمناهاش، لان الدور مهم. ديال المسابقه بطبيعه الحال هو ابراز التميز وابراز هذه الطاقات التي تظهر بها المدرسه العموميه، وفي نفس الوقت تعميم هذه المشاريع وتقاسمها. السؤال اللي سالتيه سي جمال هو سؤال يعني تم طرحه خلال حفل التتويج على الاستاذه ليلى بن سليمان رئيسه لجنه نعم. القياده. واكيد جاوبت على انه احنا المسابقه راها في النسخه الرابعه، يعني المسابقه عاد كتبنى شيئا فشيئا. واللجنه ديال المسابقه يعني عازمه على انها في مستقبل الايام تخصص واحد البلاتفورم ولا واحد، المهم غادي نشوفوا لي بروسيدي باش ان شاء الله يتم التقاسم ديال هذه المشاريع، باش ما تبقاش في الرفوف وتبقى يعني نخرجوها للوجود ويستفد منها الكل ان شاء الله. فيما يخصني انا مشروع القسم ديالي اكيد ساتقاسمه مع الزملاء اللي معي داخل المدرسه واللي عندهم بطبيعه الحال حالات من ذوي الاعاقه، يعني اللي عندهم اقسام دارجه. سيتم تقاسمه ان شاء الله ايضا مع على صعيد المديريه الاقليميه، ولما لا نتقاسمه على صعيد الجهه وطنيا ان شاء الله. نعم. إن شاء الله. غير فقط تحدثت على بطائق يتم توظيفها من خلال هذا المشروع هذا، يعني في التعامل مع السلوك ديال التلميذ والفئة ديال التلاميذ من ذوي الإعاقة. كيف كيتم توظيف هذه البطائق؟ يعني كيف كيتم تفعيلها؟ كيف كتجري العملية؟ يعني كيفاش كيتم توظيفها من الناحية التربوية أستاذة فاطمة مودو؟ نعم دابا دونك السؤال هو يعني كومون ديداكتيزي لو بروجي، يعني كيفاش غنزلوه على ارض الواقع صحيح. بدون ما ناثروا يعني على السير العادي وعلى المنهج ديالنا وعلى المقرر اللي عندنا. بطبيعه الحال مشروع القسم كيف ما قلت لك هو فكره، هو تصور يبنيه الاستاذ من اجل الاجابه يعني الاستجابه لحاجه معينه. هذه الحاجه قد تكون مرتبطه بالتعلمات وقد تكون مرتبطه بما هو وجداني سلوكي الى غير ذلك. المشروع يعني طريقة التنزيل ديالو كانت طريقة بسيطة، نخصص يعني كل يوم واحد الخمس دقائق حتى 10 دقائق عند بداية كل حصة، ونقوم من خلال في هذا الحيز الزمني هذا نقوم ب يعني كتشتغل مع هذه الفئه، كنوري السلوك مثلا الايجابي اللي خاصو مثلا داك السلوك اللي خاصو يتبناه او السلوك اللي يجب تجنبه. نعم. اما كنخدموا المهم الاساسي هو التعزيز الايجابي. هذا التعزيز الايجابي كيكون وفق طبعا المقاربه السلوكيه، ان الطفل اذا ابدى انخراطا ايجابيا واذا التزم بداك السلوك الايجابي اللي انا كنوريه له في البطاقه يتم اعطاؤه او معزز من اختياره. هذا المعزز كيكون اما نقطه حسنه او لا كيكون عندي واحد لي جوتون كنعطيهم له شي حاجه اللي كيبغيها الطفل من محيطه، من رسوم متحركه دي زيموتيكون او لا شي حاجه، او لا كيخدم بونبون. هذه المقاربه السلوكيه كتعتمد على انك على تعزيز السلوك الايجابي وفق معزز كما قلت يختاره المتعلم، ومنح الثقة. نعم، وعلى بناء الثقه. هذاك الطفل عندما يحصل على مثلا على 10 نقاط حسنه لا كنعطيوه بطاقه التلميذ المتميز، في النهايه يحصل على هذيك البطاقه او هذيك البطاقه ديال التلميذ المتميز كتخليه دائما يجتهد ودائما يحاول انه يبذل مجهود، وانه دونك الاثر ديال المشروع راه كان يعني الحمد لله واحد الاثر طيب وتلام تفاعلوا معاه ونخرطوا فيه
بشكل جد ايجابي. دونك التنزيل كان يعني بسيط، لان من شروط المسابقه ولا من شروط هذه مشاريع الاقسام هو انك ما تاثرش على السير العادي للظروف. يعني ما غاديش نخدموا مشروع القسم ونهملوا المقرر الدراسي. أكيد أكيد. إذا باش نختم معك أستاذة فاطمة مودو، نعم. هذا الجائزة اش تتشكل لك؟ شنو الآفاق اللي يمكن تفتحها في مسارك التربوي؟ آه، أكيد الجائزة يعني نجد سعيدة وفخورة بها. سعيدة جدا أنني كنت من ضمن 9 المتوجين وطنيا. هي تشريف وتكليف كما يقال. تشريف لأنها شرف لي أنني كنت كما قلت لك يعني صعدت لمنصة التتويج وطنيا رفقة يعني المتوجين اللي يمثلوا جميع الجهات. سعيدة بالحصول على درع المسابقة، درع أستاذ السنة، وهذا لقب جديد ينضاف إلى مساري المهني، وهي في نفس الوقت نعم. تكليف ومسؤولية جديدة يعني تنضاف إلى مسؤولياتي، وهي مسؤولية جديدة ملقاة على عاتقي. يجب أولا أن أحافظ على هذا التميز من جهة، ومن جهة أخرى إن شاء الله هي حافز ودافع قوي أن أعمل أكثر وأكثر حتى أكون إن شاء الله عند حسن ظن الجميع. نعم. إذا هو تتويج لذاتك، سعداء جدا باش نتقاسمه معك أستاذة فاطمة مودو. أستاذة، أذكر أنك أستاذة مادة اللغة الفرنسية بمجموعة مدارس مولاي يعقوب الابتدائية، وأيضا طالبة باحثة في سلك الدكتوراه دائما شعبة الفرنسية، ومهتمة وباحثة في الشأن التربوي. ولكن ما نغفلوش بأنه هو تتويج أيضا للمؤسسة الأستاذة فاطمة مودو، اللي من خلال الإدارة التربوية ديالها، من خلال الأطر أيضا، كان دعم لشخصك من أجل يعني هذا التتويج أستاذة فاطمة مودو. نعم أكيد. بطبيعة الحال هذا الدرع، هذه الجائزة وهذا التتويج كنهديه يعني أولا الوالدين ديالي بالمناسبة، كنهديه الأسرة ديالي الصغيرة على الدعم ديالها المعنوي والتقني. كنهديه كل مكونات مدرسة مولاي يعقوب، مكوناتها الإدارية والتربوية والخدماتية. كنهديه الجماعة إقليم مولاي يعقوب، المديرية إقليم مولاي يعقوب، وكذلك الأكاديمية الجهوية فاس مكناس. هو تتويج أيضا لكل صناع الأمل، نقولها لكل صناع العمل بقطاع التربية والتكوين. وكنبغي نهديه أيضا لكل مغربي يؤمن ويثق في المدرسة العمومية. نعم. إذا مرة أخرى هنيئا لك، وأنت واحدة من صناع الأمل وسفيرة الأمل عبر المجهودات التي قمت بها وتقومين بها من أجل يعني ضمان تكافؤ الفرص على مستوى التعلمات، من خلال هذه الحظوة عبر هذا المشروع لمساعدة فئات من ذوي الاحتياجات الخاصة واللي عندهم صعوبات في التعلم جراء يعني إعاقة، من أجل تعزيز التعلمات ديالهم. شكرا لك جزيلا الأستاذة فاطمة مودو. احنا كنتحدثوا على الأثر ديال هذه الجائزة والانعكاس ديالها على المؤسسة برمتها، وأيضا الدعم اللي حظيتي به من خلال سواء الإدارة التربوية ديال مؤسسة مجموعة مدارس مولاي يعقوب الابتدائية، أو من طرف يعني الأساتذة والأستاذات يعني ممن يشتغلون داخل هذه المدرسة العمومية. أكيد فأي انعكاس، أي دفعة، أي قيمة مضافة لهذا التتويج وهذه الجائزة الوطنية لأحسن أستاذ أو لأستاذ السنة، كما حظيتي أستاذة فاطمة مودو بالحصول على مرتبتها الثالثة. معي أيضا مباشرة الأستاذ هشام المرق، مدير المؤسسة، نرحب به في هذه الصبيحة المباركة. أستاذ هشام، صباح الخير، مرحبا. مرحبا سي جمال، تحية صباحية سي جمال ولكل المستمعين عبر أثير إذاعة بوكليق الجهوية. بداية أسبوع موفقة ناملها لكم، وتحية متبادلة. بقدر ما نهنئ الأستاذة فاطمة مودو من داخل هذه المؤسسة، بقدر ما نهنئ المؤسسة برمتها في شخصكم كإدارة تربوية أستاذ هشام المرق على المجهودات التي تبذل لتحسين وتجويد يعني المدرسة العمومية،
وأعتقد هذه المبادرات برمزيتها بقيمتها تبقى مدخل من مداخل خارطة طريق الإصلاح الرامية إلى تجويد المدرسة العمومية وأداء المدرسة العمومية. فماذا يشكل لكم كمؤسسة يعني هذا التتويج بالجائزة الوطنية الثالثة لأحسن أستاذ السنة، سنة 2022، أستاذ هشام؟ شكرا سي جمال. اولا وقبل كل شيء سعيدون بهذه الاستضافه وبتسليطكم الضوء على المبادرات الهادفه والمتميزه بالخصوص في المدرسه العموميه. صراحه هذا التتويج هو تتويج لمدرسه مولاي يعقوب يعني باطرها التربويه وكذلك الاداريه وكذلك الخدماتيه، لاننا نشتغل كفريق. كانت تتويج صراحه اضفى على كل اطر داخل مدرسه مولاي يعقوب واحد النوع من يعني من السعاده، من نعم. يعني واحد السعاده يعني كبيره جدا وحافز للعطاء. قلت بان كانت واحد التجربه فريده من نوعها. اكيد ان الامر لم يكن سهل انك تاخذ واحد الجائزه ديال استاذ السنه على الصعيد الوطني، ولكن باستاذه متميزه كالاستاذه مدو، بطاقم تربوي متكامل، بمديريه يعني مديريه القرب، باكاديميه تعمل جاهدا على تطوير هذا المجال التربيه الدامجه. اكيد يعني سيكون النجاح حليفنا، وقد كان. الاستاذه بغيت نتكلم الى تحسين سي جمال على الاستاذه فاطمه مدو. نعم. هي واحد الاستاذه اللي هي يعني شنو نقول لك منضبطه متميزه معطاءه ومبدعه. اكيد ان هناك سر للنجاح، وسر النجاح لدى الاستاذه هو الاعتماد على المنهجيه العلميه الدقيقه والاهتمام بالتفاصيل. و يعني هذا كان واحد التتويج اللي هو سعيدون به. لكل مجد نصيب، الأستاذ هشام، أكيد. وأستاذ هشام، ننطلق مع هذا الجانب. كيفاش كتشتغلوا كإدارة تربوية عبر مشاريع الأقسام على تعزيز هذا الحس ديال التربية الدامجة؟ اكيد سي جمال ان لكل مؤسسه مشروع مؤسسه، يعني مش عندنا مشروع مدرسه مولاي يعقوب. هذا المشروع هذا هو مشروع يبنى على مجموعه ديال الاولويات بعد تشخيص دقيق الى غير ذلك. نحن في مدرسه مولاي يعقوب نشتغل على 3 اولويات. نعم. الاولويه الاولى دعم التعلمات الاساس، الاولويه الثانيه ادماج تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التدريس، والاولويه الثالثه الانشطه الموازيه. ولكن يعني واخا نقول لك يعني هذه الاولويات الثلاث يعني ظاهريا يعني الطفل المعاق او التربيه الدامجه لا تظهر بشكل ظاهر، ولكن بشكل ضمني. وهذا الجديد في مشاريع المؤسسه واللي يعني في التوجه ديال الوزاره وفي خارطه الطريق والى غير ذلك. كاين حضور بعد التربيه الدامجه بشكل ضمني ضمن هذه الاولويات. فعندما نتكلم عن دعم التعلمات فاننا يعني بالضروره كنستهدفوا ذاك الطفل المعاق. التربيه الدامجه حاضره في هذه الاولويات الثلاثه. الادماج تكنولوجيا المعلومات والاتصال، كذلك الطفل المعاق. الانشطه الموازيه كذلك نضع في صلب اهتمامنا الطفل المعاق. وبالتالي فمشاريع القسم المستنبطه من هذا المشروع المؤسسه كذلك تبنى بشكل كبير على التربيه الدامجه وعلى استحضار هؤلاء الاطفال ذوي الاعاقه، ولكل طفل مشروعه الشخصي. في هذا الاطار كانت مدرسه مولاي يعقوب يعني وحنا سعداء يعني بهذا يعني الحمله الطبيه اللي كانت دارت هنايا في نعم. الموسم الدراسي 2020. استهدفت مجموعه من الاطفال ذوي الاعاقه في المؤسسه اللي كيبلغ العدد ديالهم تقريبا حوالي 18 تلميذ. هذه الحمله الطبيه مكنتنا باننا نوجدوا ملفات طبيه لكل تلميذ معاق. بطبيعه الحال كيف كدير واحد ملف طبي لكل تلميذ، اكيد ان غادي يكون عندك واحد لبنه اساسيه باش انك يعني تطور التعلم ديالو، تعدل السلوك ديالو بشكل اكبر. مع العلم ان هذه الملفات الطبيه فيها واحد الاشارات، واحد الملاحظات كيف تتعامل مع هذه الفئه وما الذي يجب ان تستهدفه في هذه الفئه. هذه الحمله الطبيه كانت نظمتها يعني المديريه الاقليميه مولاي يعقوب بالمشاركه مع جمعيه مفاتيح الرحمه، واستهدفت مجموعه من الاطفال المعاقين داخل المؤسسه وفي المؤسسات المجاوره.
وكانت دفعه قويه باش تمشي المؤسسه في تطوير هذا واستهداف هذه الفئه هذه. نعم. إذا أكيد يعني جميل جدا بأن يكون هناك اعتراف بالمجهودات التي تبذل، بأن يكون هناك تحفيز. إذا قبل ما نختم معك سي هشام المرق، نبغي نتساءل معك على الحافزية اللي ربما تقدر تعطيها لكم هذه الجائزة وهذا حصول المؤسسة في شخص الأستاذة فاطمة مودو على الجائزة الوطنية الثالثة لأحسن أستاذ ولأستاذ السنة، والأفق اللي يمكن تفتحها لكم كإدارة تربوية على مستوى هذه المؤسسة. شكرا سي جمال. اكيد الفوز بالجائزه هو اولا قبل كل شيء واحد تحفيز، وهذا التحفيز هو اللي صراحه نحتاجه في منظومتنا. فالاستاذ ولا المدير ولا يعني الاطر التربويه الاداريه بصفه عامه كتبذل واحد المجهودات كبيره جدا، يجب ان تثمن، ان تحفز، لان يعني لا يمكن ان نستمر بدون تحفيز. الجائزه في هذا السياق كانت يعني عندها واحد الواقع كبير يعني علينا يعني انا كشخصيا كاداره تربويه وعلى الاطر التربويه والزملاء داخل مدرسه مولاي يعقوب. وبدا الحديث عن مشاريع اخرى، وبدا الحديث عن مبادرات اخرى. ويعني مدرسه مولاي يعقوب اصلا هي مدرسه مبادره، وهنا غادي تسمح لي سي جمال غادي نبغي نشكر واحد المجموعه ديال المتدخلين، ديال الشركاء الداخليين والخارجيين اللي اكيد ساهموا في النجاح ديال هذه المؤسسه، ونتمنى ان نكون عند حسن الظن، لان ما يهمنا هو المضي للمدرسه العموميه نحو الاحسن، نحو الافضل. لا تسمح لي سي جمال، اول وقبل كل شيء اشكر الاطر التربويه والاداريه والخدمات ديال مدرسه مولاي يعقوب يعني على المجهودات المبذوله. صراحه سعيد وفخور كمدير مؤسسه ان اشتغل مع هذه الاطر داخل المؤسسه. كذلك اوجه الشكر لجماعه مولاي يعقوب، المجلس الجماعي لمولاي يعقوب، والسلطه المحليه لمولاي يعقوب، شركه سوتيرمي بمولاي يعقوب، جمعيه الاباء، المجتمع المدني بمولاي يعقوب، على يعني التفافهم حول المؤسسه، حول المدرسه العموميه بشكل عام، وبمدرسه مولاي يعقوب بشكل خاص. كذلك الشكر للمدير الاقليمي بكل مصالحها على راسه السيد المدير الاقليمي رجل القرب بامتياز. واذا كنا نتكلم عن التربيه الدامجه بالخصوص فلا بد ان نشكر كذلك الاكاديميه الجهويه، قسم الشؤون التربويه، المصلحه التربيه الدامجه على المجهودات المبذوله في هذا النطاق. التربيه الدامجه امر ليس سهل، نحن في بدايه الطريق، والطريق صعب، ولكن بفضل تضافر كل هذه الجهود لا شك اننا سنكون بخير، وان مدرستنا العموميه وهذه الفئه ستكون بخير. بكل تأكيد أستاذ هشام المرق، تجويد دور المدرسة العمومية وتجويد التعلمات من داخل المدرسة العمومية هو في حاجة إلى مقاربة تشاركية. يجب أن ينخرط الجميع كل من جانبه ومن زاوية اختصاصه. بدورنا مرة أخرى نجدد التهنئة لكم بهذا التتويج، وندعو لكم بالتوفيق في مساركم التربوي هذا، يعني من أجل مزيد من العطاء. شكرا أستاذ هشام المرق، مدير مجموعة مدارس مولاي يعقوب الابتدائية. عبرك شكري مرة أخرى أستاذ هشام للأستاذة فاطمة مودو الحاصلة على الجائزة الوطنية الثالثة كأحسن أستاذة لسنة 2022. شكرا لكم جميعا. هذه هي روح المواطنة. روح المواطنة مستمعي الكرام تتجسد في الإخلاص، في الوفاء، في تضافر الجهود لأجل خدمة الصالح العام، لأجل خدمة الوطن. فشكرا لكم السادة الأساتذة الأفاضل.